السلام عليكم. عمرك سألت نفسك ليه بنجيب ولاد؟ يعني الهدف هو مجرد إننا نكبر العيلة وخلاص، ولا الموضوع أعمق بكتير؟ النهاردة هنتكلم عن الهدف الحقيقي من الخلفة، وإزاي تكون سبب في إن ابنك أو بنتك يعيشوا ببيئة نفسية سليمة وآمنة. خليني قبل ما أبدأ الفيديو ده أتكلم عن الهدف الأساسي اللي خلاني أعمل القناة دي. الهدف الأساسي اللي خلاني أعمل القناة دي هو نشر الوعي، وعشان كده هتلاقي موضوعات مش كتير بيتكلموا عنها. الهدف الحقيقي من الخلفة مش مجرد زيادة عدد. الخلفة مش بس إنك تجيب ولد عشان اسم العيلة يكبر أو عشان تبقى عملت اللي عليك. الهدف الحقيقي من إنك تجيب ولد هو إنك تربي بني آدم يكون إضافة لنفسه، لعيلته وللمجتمع. بناء جيل جديد واعي. ابنك أو بنتك هم مشروع حياتك، تربيتهم هي رسالتك اللي بتقدمها للعالم. عشان كده لازم يكون عندك وعي بدورك كأب أو أم. طيب إزاي توفر بيئة نفسية آمنة؟ خلينا نقسم الحاجات دي لأكتر من عنوان ونتكلم عن كل عنوان فيهم. رقم واحد، الحب غير المشروط. أول حاجة وأهم حاجة، ابنك لازم يحس إنك بتحبه في كل الحالات، حتى لما يغلط. الحب لازم يكون ثابت. ما ينفعش تحب ابنك لو نجح وتكرهه لو فشل. الحب هو أساس كل حاجة. رقم اتنين، القدوة الحسنة. ابنك بيقلدك في كل حاجة، مش بس في كلامك، لأ بيقلد أفعالك كمان. لو عاوز يكون محترم وصادق وطيب لازم يشوفك كده الأول. رقم تلاتة، التواصل الفعال. تخيل ابنك عنده مشكلة، مين أول شخص هيجي في باله؟ لو الإجابة مش أنت يبقى في مشكلة. لازم تبني علاقة فيها أمان، اسمع افهم واتكلم بلطف. رقم أربعة، التوازن بين الحرية والحماية. ما ينفعش تحبسه في دايرة خوفك عليه، وفي نفس الوقت ما ينفعش تسيبه من غير توجيه. المعادلة هي حرية بمسؤولية. رقم خمسة، تشجيع وتقدير المجهود. لما ابنك يحاول حتى لو فشل شجعه، قول له أنا فخور بيك إنك حاولت. الكلمة دي هتفرق معاه أكتر من أي حاجة تانية. حاجات لازم تبعد عنها، العنف اللفظي والجسدي. أي أشكال من أشكال العنف بيكسر الطفل من جواه. بدل ما تعاقبه حاول تفهمه الغلط إزاي وأسبابه. الإهمال العاطفي، ما ينفعش تبقى موجود في البيت بس غايب عن حياتهم. خليك مشارك حتى في التفاصيل الصغيرة. المقارنة بالآخرين، جملة زي بص ابن عمك شاطر ازاي بتكسر ثقة ابنك في نفسه. ركز على مميزاته هو. في النهاية، تربية طفل سوي نفسيا مش مجرد دور، دي رسالة. لما تخلق بيئة آمنة وحياة مليانة حب، مش بس تربية طفل، إنك تبني إنسان يقدر يواجه الحياة بثقة وسعادة. لو عندك رأي أو تجربة في الموضوع اكتبها في التعليقات، وستنونا في الفيديو الجاي. شكرا على المتابعة.